بالتعاون مع كل بلدان إفريقيا على أساس التفاهم المتبادل والتواصل والتعاون والتضامن مع ما يعتبره المغرب امتداده الطبيعي والحيوي والاستراتيجي. يقيم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مأدبة إفطار رسمية على شرف فخامة السيد بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، يحضرها رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وكبار رجالات الدولة مدنيين وعسكريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بالمغرب. وفي ختام مأدبة الإفطار الرسمية يودع جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ضيفه الكبير فخامة السيد بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الدولة الإفريقية الصديقة. وزيارة الرئيس بول كاغامي بالنظر إلى توقيتها وحمولتها الرمزية القوية تعطي دينامية متجددة لعلاقات تربط المغرب بجمهورية رواندا، البلدان اللذان يتقاسمان إرثا مشتركا من الأخوة والاحترام المتبادل والتضامن، ويؤكدان على انتمائهما الإفريقي كأحد مكونات الهوية المجتمعية الثقافية والحضارية. يودع جلالة الملك محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الرئيس الرواندي، وتحية إفريقية للصداقة المغربية الرواندية، وعزم أكيد على مواصلة التنسيق بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك.